أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم من الأولين والآخرين ومن ساندهم ومن ناصرهم ومن دافع عنهم ومن تولهم ومن حبهم فاحشر اللهم معهم في نار جهنم بعد محمد وآل محمد. في اللقاء السابق تحدثنا عن الأحداث اللي المفروض إنها تحصل السنة الجاية لحد منتصف العام. قلنا إن هتبتدأ بإعلان وفاة رئيس الجزائر وأمير الكويت، وبعدين إعلان وفاة سلمان بن عبد العزيز وآل دعوز ده لا سعود لهم أهلكهم الله يوم 15/6/2024 اللي هو بيوافق 9 ذو الحجة سنة 2024، اللي هو هجريا تبقى 1445. وقلنا إن بعد كده نتكلم عن الصيحة مثلا. الصيحة دي المفروض تحصل امتى؟ الصيحة تكون بإذن الله تعالى يوم 15 رمضان سنة 1449 هجرية، اللي هي سنة 28، يعني رمضان 28، وهتبقى ليلة جمعة. الصيحة هتبقى ليلة جمعة. والصيحة غير النداء. الصيحة لها حاجة والنداء حاجة تانية، هنبقى نفسرها فيما بعد إن شاء الله. النداء من السماء اللي هو النداء باسم الإمام المهدي. الصيحة دي صيحة ينفطق فيها 70,000 ويعمى فيها 70,000 ومش عارف إيه، يعني إيه، في لها حاجات تانية. طيب إيه اللي هيحصل عشان هلاك تلتين سكان العالم؟ المفروض إنهم هيهلكوا في خلال 3-4 سنين بحد أقصى، بداية من السنة القادمة. احنا قلنا الحرب الصغيرة اللي هي مش هتاخد ناس كتير، وحتى حرب مثلا ملاحم الإمام المهدي لو قلنا إن ده فيها 500,000 واحد اللي هيتخسف بيهم البيداء، وجيش الغرب اللي جاي اللي هو جيش الروم اللي جاي دي على مصر عشان يرجع هذا الخائن إلى الحكم دي، قول في 1,000,000، يعني كلام فارغ. بتتكلم في 2-3 مليون واحد، هماش حاجة دول. المفروض إن هيهلك أكتر من 4 مليار، 4,000 مليون على الأقل أكتر. طب إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن هيبقى فيه حرب نووية بين روسيا والغرب تتوافق مع هذا الوقت تقريبا. يعني كل عارف إن روسيا هتضرب نووي، وهتضرب في أوروبا وخصوصا في بتاع بريطانيا وفي أمريكا نووي، وفي فرنسا وفي غيره يعني من الدول. طب بفرض إن روسيا أبادت أمريكا بأوروبا كلها، وده مش هيحصل، يعني هو هيموتهم أعداد كبيرة جدا، بس أنا أفترض إنها أبادتهم كلهم، برضو ما يعملوش 1,000,000 واحد. كل دول ما يعملوش 1,000,000 عمرها. امال ايه الحرب الكبيرة اللي هتبيد فعلا الاعداد بقت ضخمة صحيح؟ يعني لو جينا نبص على الخريطة هنلاقي ان الاعداد الضخمة كلها متركزة في جنوب شرق اسيا، الصين، الهند، اندونيسيا، اليابان، الدول دي.
هي دي اللي فيها صحيح ما يقرب من حوالي 3.5 مليار لوحدها المنطقة دي. العب اللي تحت في آسيا دي، جنوب شرق آسيا دي، فيه أكتر من 3.5 مليار، لأن الصين والهند لوحدهم فيهم ما يقرب من 3 مليار. إندونيسيا أكتر من نص مليار. المنطقة دي هيحصل فيها كوارث نووية فظيعة وحرب نووية فظيعة، ده قبل الإمام المهدي. هيحصل فيها إبادات بأعداد رهيبة. ولو رجعنا للقرآن، والأرض ننقصها من أطرافها، يعني هناخد أطراف الأرض، ولو خدنا أطراف الأرض تلتين سكان العالم باي باي. أطراف الأرض جنوب شرق آسيا، أطراف الأرض الغرب أمريكا مع أمريكا الجنوبية مع ده، تبص تلاقي الدنيا باي باي، أكتر من تلتين سكان الأرض. عشان خاطر كده الرسول قال: لا ترضون أن تكونوا من الثلث الباقي. يعني احنا هنا في منطقة الشرق الأوسط، المنطقة اللي في النص دي، احنا من الثلث الباقي بإذن الله، كما أخبرنا سيد المرسلين صلوات الله عليه وعلى آله، ولعنة الله على من عاداهم. يبقى قلنا إن الصيحة في رمضان، اللي هو رمضان 1429 ليلة 15 رمضان، ليلة الجمعة سنة 1449، دي الصيحة اللي هي الهدة، اللي هي سنة 2028. وزي ما قلنا قبل كده إن الظهور المبارك أو الإصلاح، ليلة الإصلاح بالنسبة للإمام المهدي وظهور أمره، هيكون يوم 3/3/2029، اللي هو موافق 18 شوال سنة 1450. وإن السفياني هيكون قبل منه بحوالي 15 شهر، هيبقى يوم 3/12 سنة 27، اللي هو موافق ل5 رجب سنة 1449. يبقى احنا اتكلمنا النهاردة على بعض النقاط. ان شاء الله هنتكلم على امور تانية، طبعا منها الامور الطبيعية زي الزلازل والبراكين. طبعا الزلازل حدث ولا حرج، في خلال ال3 سنين اللي جايين دول عدد من الزلازل والخسوفات لا يحصى في كل أنحاء العالم. فالناس لازم ترجع للمولى سبحانه وتعالى، ترجع للخالق، وتعلم أن الدنيا عبارة عن أيام قليلة. يعني لما نيجي نشوف ملك ملوك الدنيا، اللي هو أعظم ملوك الدنيا، اللي هو حكم من 1200 ل 1400 سنة حكمه، بس فترة حكمه، وعاش أكثر من 1600 سنة، اللي هو شداد بن عديم، المشهور باسم شداد بن عاد. ودايما بنحب نذكر بيه لأنه هو ده ذي القرنين، والإمام المهدي هو الخليفة الأوحد
لذي القرنين ده، لأن هو الوحيد اللي هيملك الدنيا كلها زي ما ذي القرنين ملك الدنيا كلها من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها. فشداد ابن عديم اللي قلنا إن جده ال21 هو آدم عليه السلام، من هو شداد ابن عديم بن البرشيم وابن قفطيم وابن مصر ابن مصريم ابن هود عليه السلام ابن عبد الله ابن رباح ابن خالد الجلدي ابن عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن متشلخ ابن خنوخ ابن يارد ابن هلالئيل ابن قنين ابن أنوش ابن شيس ابن آدم. دايما بحب